السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. عارفين الساعة كام دلوقتي وانا واقفة كده في المطبخ؟ تقريبا كانت الساعة 2 بالليل. الساعة 2 بالليل واقفة بتعملي ايه الساعة 2 بالليل؟ هقول لكم والله انا بعمل ايه دلوقتي واقول لكم كل حاجة، بس قبل ما نبدأ تعالوا نقول بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. لايك بقى وشير وسبسكرايب للقناة. بصوا بقى، واقفة بتعملي ايه بالليل كده او رايحة فين بالليل كده؟ لا هو انا ما كنتش رايحه، بس انا عندي حاجات كده هجهزها عشان هاخدها معايا الصبح. رايحه كده ايه يوم جميل، وايه هقول لكم مع مين بس مش النهارده، ماشي؟ خليكم كده توقعوا انا رايحه مع مين ورايحه فين كده لحد بكره ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده كنت جايبه فراخ، انتوا عارفين المتطوع الرسمي بتاع الفراخ فهنتبل الفراخ ونشوف هنعمل ايه وناخده معانا من هنا لحد الصبح. كل الحاجات اللي انا هعملها مش هتاخد معايا يعني تقريبا نص ساعة او ساعة، تمام؟ فعملت ايه؟ اقطع كمية من البصل. انا قشرت تقريبا يجي كيلو او كيلو وشوية كده من البصل، هقطعه شرايح كده زي ما انتم شايفين. ده طبعا احمد ابني، عادي ما تشغلوش دماغكم. ومعايا برضو كام حبايه طماطم. عايزه اقول لكم رحت السوق اجيب الطلبات، لقيت الطماطم بقت ب 30 جنيه. 30 جنيه انا لسه جايباها ب 20 جنيه الاسبوع اللي فات. مش عارفه هو ايه اللي هيحصل في الدنيا، بس الحمد لله على كل حال، وربنا يعيننا يا رب جميعا كده على المعايش. يعني بجد الموضوع بقى صعب وبقى اوفر، ومش عارفه اللي هو ايه. عارفين انتوا كل ما تقولي يعني مثلا خلاص الحاجة مثلا غليت شوية هتثبت على كده، لا الموضوع بقى صعب قوي قوي يعني. فربنا يرحمنا جميعا. يعني انا دلوقتي عشان هعمل شوية صلصة ومثلا هقطع كام طماطمية للسلطة، هعمل مثلا على التتبيلة بتاعة الفراخ. عايزة اقول لكم والله العظيم انا جايبة ب75 جنيه طماطم. يعني لما اجيب طماطم بس ب75 جنيه نعمل ايه بقى؟ نجيب فراخ بكام ولحمة بكام فالموضوع بقى اوفر. فالحمد لله الحمد لله رب العالمين. بصوا قطع كميه من البصل. انا طبعا لسه ما قطعتش البصل كله، هقطع باقي كميه الطماطم وباقي كميه البصل وفلفل اخضر كده زي ما انتم شايفين، بس مش هقطع كل الفلفل. يعني هقطع قرنين 3 من الفلفل والباقي هحطه سليم كده زي ما انتم شايفين. حابه تحطي فلفل الوان برضو مفيش مشكله. احنا هنعمل تتبيله فراخ حلوه قوي وسهله وسريعه، لان احنا هنعملها فراخ للشوي شوايه، يعني شوي مش اللي انا طبعا ممكن عادي احطها في صينيه واحطها في الفرن، بس احنا مش هنعمل كده. انا اصلا هتبل الفراخ وهحطها في التلاجة او في الفريزر كمان لحد تاني يوم عشان هاخدها معايا زي ما قلت لكم. اسيبها لكم مفاجاه ولا اقول لكم؟ لا اسيبها لكم مفاجاه كده واقول لكم انا فين. اسيبها لكم مفاجاه يعني تعرفوا كده تخمنوا ان رايحه فين، تمام؟ فهنا هحط بقى التوابل بتاعتي على الطماطم والبصل والفلفل اللي احنا قطعناهم دول. حطيت ايه؟ حطيت فلفل اسود وكزبره ناشفه وملح، وهنا زعتر وروزماري وحبهان وورق لوري، تمام كده؟ ورشه من القرفه، بس القرفه مش هحط منها كتير، هي تقريبا نص معلقه صغيره كده علشان بس ما تغطيش طعمها على باقي التوابل. وحطيت هنا جنزبيل، وهعصر بقى عصير 3 ليمونات كده زي ما انتم شايفين. وانا عايزه اقول لكم ان قاعده في مكان دلوقتي بسجل لكم في فيديو، انا مش في البيت بس قاعده في مكان هادي، يا لهوي قمه الهدوء كده والروقان. هعصر بقى الليمون كده، وهحط كمان شويه كده من الخل، وحطيت على فكره معلقه كبيره من البابريكا، بس دي ما جاتش لان حطيتها في الاخر. حط بقى معلقه او معلقتين دول كده، واخدين مني معلقتين تقريبا من دبس الرمان. دبس الرمان مع الفراخ المشويه بيبقى كده حكايه. احط بقى شويه خل وشويه زيت طبعا عشان يطري لي الفراخ. دي تتبيله الفراخ الشوي اللي بجد بجد بتخلي طعمه مميز كده. بصوا احنا هنا بنحط معلقه عسل نحل، بس انا للاسف ما عنديش فحطيت معلقه سكر عادي، يعني عديها الناس لبعضيها. ف عندك عسل نحل ست الكل حطي معلقه عسل طبعا احسن، بس لو ما فيش ممكن نضيف معلقه السكر. عايزه اقول لك السكر مع الخل مع الليمون الحاجات دي كلها كده بتخلي الفراخ دايبه دوب، وبتبقى لحم الفراخ نفسه طري ومش متفل خالص، وبيبقى طعمه في منتهى اللذاذه كده. فهقلب بقى التتبيله كده زي ما انتم شايفين. هدعك بس البصل بكل التوابل اللي احنا حطيناها، وطبعا حطيت زعتر وروزماري. والفراخ دي دول فرختين يعني 2 من الوراك، تمام؟
فهعمل ايه، هشققهم بس كده من عند المفصل بتاعهم او العظم، علشان لما نيجي نشويهم يكونوا ايه، يستووا كويس. تمام كده. فهتبلهم، وزي ما قلت لكم هحطهم بقى في علبه وهحطهم في الفريزر. طب ليه في الفريزر؟ لان زي ما قلت لكم كنت الساعه 2 بالليل، وعلى ما افكر اشويهم تاني يوم كنا هنبقى تقريبا العصر، فقلت لا احطهم في الفريزر احسن من التلاجة. بس عادي على فكره ممكن تحطيهم في التلاجة، بس عشان انا ممكن همشي بيهم في الحر، فالموضوع كان ممكن يعني الفراخ معايا ما تبقاش احسن حاجه، فقلت لا اخليهم في الفريزر، والصبح طبعا على ما اطلعهم واخرج وكده هيبقى الموضوع ايه بقى كويس. زي ما انتوا شفتوا هشقق بقى كل الفراخ كده، وبالذات من عند الكتف كده علشان الحته دي بتبقى سميكه شويه، فيبقى الموضوع بسيط معايا وتستوي بسرعه. هقلب بقى كل ده، وفي الاخر هحطهم في علبه كلهم كده فوق بعض، وزي ما قلت لكم هغطيها واشيلها. شفتوا الموضوع سهل وبسيط ازاي؟ عايزه اقول لك والله ولا بحط في فرن ولا اي حاجه، حتى لو هشويهم على الفحم بيستووا بيبقوا زي الفل، لان هم بايتين في التتبيله. فما بحبش الفراخ بالذات اقل من 4-5 ساعات كده في التتبيله، بالذات اللي هتتشوي على الفحم لا ما بتبقاش افضل حاجه. فكده خلاص خلصنا من الفراخ. هعمل بقى شويه صلصه للمكرونه دي، هاخدها معايا، بس انا طبعا مش هسلق مكرونه ولا اعمل اي حاجه، انا هاخد المكرونه زي ما هي. فهعمل ايه، هحط بقى بصلتين كبار كده متقطعين مكعبات، هسيبهم بس على النار كده يتشوحوا معايا شويه. انا هخديهم لون اصفر كده، وبعدين معايا كام فص ثوم برضو هستخدمهم. هنا بقى هحط بتنجان يتشوى، لاني هعمل بتنجان مشوي اللي هو بابا غنوج كده. كام بتنجانيه كده صغننين، يعني تقريبا نقول كيلو من البتنجان، او مش عارفه هما كانوا قد ايه بالظبط. فالمهم هحطهم على النار كده وهسيبهم يتشووا. هنا بقى اول ما الثوم بدأ معايا يتشوح وريحته اسفل البصل، حطيت عليه 3 فصوص من الثوم كده، يعني متقطعين قطع صغيره زي البصل كده، وهنقلب بقى لحد ما ياخد اللون الاصفر الفاتح. انا مش عايزاه يغمق معايا، انا يا دوبك بس يصفر خلاص كده تمام، هو ده المطلوب ولا اكتر ولا اقل. هنا بقول لكم بصوا انا بشرب كوبايه شاي الساعه 2:30 بالليل، بس عادي يعني الموضوع ايه حلو كده، مع اني انا اساسا ماليش في الشاي والله، بس ولادي كانوا صاحيين عملوا لي صداع، مش عارفه اعمل فيهم ايه، اللي هو ما عندهمش ولا ليل ولا نهار. ده امتى المدارس تيجي يا جماعه؟ والله امتى المدارس تيجي هحس ان الموضوع ايه، اللي هو لا بيناموا بدري يعني بيقوموا في ميعاد ويناموا في ميعاد، لا الموضوع مريح نفسيا في المدارس، بس بيبقى مضغوطه بس من اللي هو ايه كم الدروس بقى والمذاكره والحاجات دي، بس يعني ماشي شغال يعني. هنا بقى بعد ما البصل اخد لون اصفر كده فتح زي ما انتم شايفين، نزلت عليه بعلبه صلصه. انا عايزه اعمل كميه من التسبيكه، فحطيت علبه الصلصه كلها. وبعد كده هنحط بقى الطماطم الفريش. انا عملت كمان شفشق من الطماطم تقريبا 1.5 كيلو كده، قطعتهم في شفشق من في الخلاط وعملتهم عصير. هسيبها بس تغلي غلوه كده على النار، وهنزل بقى ايه الحاجات اللي في العلبه يعني بشويه ميه كده بس كده ماشي. فهحط بقى العصير الطماطم اول ما تبدا تغلي معايا كده خلاص. شفتوا الموضوع سهل وبسيط ازاي، احلى تسبيكه مكرونه واللي هو سهله وسريعه. طيب في حد هيقول لي ما حطيتيش عليها شويه خل؟ انا بصراحه بحب ان انا يعني اطفيها بالخل لو انا عاملاها بتوم بس، ده اول حاجه. لو انا عامله مكرونه اللي هي السباكيتي، يعني في انواع كده مكرونه انا ما بحبش احط لها خل، وبعدين دي عشان كمان فيها بصل. حابه تعمليها بالثوم وتطفيها بالخل بتبقى تحفه، بس بصراحه بحسها بتليق اكتر مع المكرونه الاسباجيتي. حطيت هنا معلقه سكر. هحط بقى التوابل بتاعتي واسيبها تتسبك، هي هتاخد لها يعني مش اقل من ربع ساعه او تلت ساعه كده على النار. حطيت فلفل اسود، هحط معلقه واحده من الكمون ومعلقه كزبره خلاص كده، وطبعا الملح بتاعنا، وهسيبهم بقى يتسبكوا كده على النار والبتنجان يتشوى. البتنجان ده عادي خالص. عملته ايه، انا حطيت هنا ملح، زودت ملح يعني، و هغطيها بقى واسيبها ايه تتسبك كده. هي مش هتاخد وقت لان انا مش عامله الطماطم خفيفه. البتنجان انا هاخده طبعا هقشره وهرسه وهحط عليه طحينه وزبادي، عشان انا نسيت اصور لكم الحته دي. حطيت عليها طحينه وزبادي
اللهم صل على سيدنا محمد، وطبعا توم مفروم وفلفل مفروم وليمون وخل وكمون وشويه شطه، بس كده تمام كده. بصوا دي الفراخ، انا هنا حطيت الصلصه بس هحطها على وش الفراخ، بس انا حطاها في كذا كيس، يعني ايه الموضوع مش مقلق ولا حاجه لاني قافله عليها كويس. فاول ما كده اجي افتح عليها فهشيل الكيس اللي بره وكده تمام. بس انا حطيتها ليه كده علشان ما كنتش حطيتها، انا سبتها تبرد بالليل فما حطيتهاش في التلاجة. احنا كده الصبح على فكره، تاني يوم الصبح، فبلم حاجتي بلم اشيائي بقى وهتكل على الله. طب رايحه فين؟ رايحه بصوا هو انا رايحه يعني تحسوها كده ايه رحله بس هقول لكم مع مين بقى. طب هسيبكم انتوا تقولوا مع مين والمره الجايه هتعرفوا. بصوا هنا حطيت بقى الفراخ، وهاخد بقى معايا كام كيس مكرونه كده، وورق فويل لزوم الشوي، ودي حاجات للسلطه، وده البتنجان المشوي كنت حاطاه برده في التلاجة. ورق الفويل ده هحطه في شنطه تانية. دي كده الحاجات اللي انا هاخدها معايا. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. استنوا بقى الفيديو جديد ان شاء الله، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.